لكل الامهات الجديده او اي حد عنده بيبي وعايز يصلح حاجات في لبسهم، انا جايبه لكم اختراع حلو جدا بجد هيعجبكم قوي. الدباسه دي دباسه للكباسين. دلوقتي حاجات كتير قوي للاطفال ممكن تبوظ تماما بسبب ان كبسونه واحده وقعت منها. فالمهم يعني الدباسه دي دباسه للكباسين، بتيجي معاها مجموعه كده من الكباسين. كنت اشتريتها من على امازون، سعرها ما كانش غالي قوي. معرفش دلوقتي سعرها كام، صراحه كنت جايباها من فتره يعني. بس المهم هي بتيجي معاه مجموعه من الكباسين. في المجموعه دي في مجموعه كمان بسعر اكبر شويه، بتبقى 100 كبسونه، بتيجي في علبه كده بلاستيك، بتكون حلوه قوي. انا بصراحه في الاول ما كنتش فاكراها انها تكون عمليه قوي كده، بس بصراحه نفعتني في حاجات كتير. كنت فاكره ان انا هرميها وفعلا احيتها قوي. هوريكم مثلا حاجه من الحاجات اللي انا عملتها بيها. كباسين اطفال واحنا مستعجلين بقى وكده بنشدها جامد، او في بعض الحاجات منها بتبقى كواليتي مش احسن حاجه، فمع اي شده او حاجه تلاقي الكباسين طلعت. لو انتوا شايفين هنا مثلا السلوبات ده، للاسف يعني هو كان المفروض يكون نوع كويس، بس لا، ما كانتش بعض الكباسين كويسه. هنا تلاقيهم كلهم ماشيين كويس، تحت في واحده فلتت فغيرناها بكبسونه بدباسه الكباسين دي. وبرده في هنا واحده فلتت اهي وبس، يعني في تقريبا 2 فلتوا فاضطرينا نغيرهم. المهم يعني السلوبات ده ما كنتش قادره اشتغل بيه غير لما جبت الاختراع ده. انا شايفه ان هو اختراع بصراحه مفيد قوي، لان هو هيحيي لك حاجات كتير قوي ممكن كانت تترمي او ان انت مش عارفه تستخدميها. برضو سلوبيتات الاطفال اللي هي الفلنات او كده الداخليه، الجزء اللي من تحت واحنا الطفل بيعيط او كده احيانا بنشده، احيانا بيقطع القماش، واحيانا بنشيل الكبسونه نفسها. فالموضوع ده هيساعدك قوي ان اي حاجه بقى ضاعت او باظت او كده تقدري تعالجيها من تاني. فانا شايفه بصراحه ان هو حاجه لذيذه. لو دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش ان انت تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. ومن غير ما نضيع وقت كتير بقى يلا بينا نبدا. تعالوا بس كده مع بعض هنفهم هو مكوناته. اول حاجه هو بتيجي الدباسه كده بيكون فيها زي لوك بنفتحه عشان نقدر نفتح دباسه الكباسين نفسها اهي، بتتفتح كده. دلوقتي الجزئين دول كل جزء بيتركب عليه جزء من الكبسونه. هوريكم ازاي نحط الحاجات الاجزاء بتاعتها وازاي ندبس كبسونه على بعضها. طيب دلوقتي هوريكم بقى ازاي ممكن نستخدمها ان احنا نصلح حاجه عندنا. انا عندي زي هدوم كده او بلوزه كانت جايباها لبناتي، وكانت الرقبه بتاعتها ضيقه، فقررت ان انا افكها او اقصها واحط بدلها كبسونه. دلوقتي هنشوف الكبسونه ازاي بتتحط. بصوا يا جماعه، دلوقتي هي بتيجي 4 قطع كده. القطعه دي بتركب في دي والقطعه دي بتركب في دي. دلوقتي ازاي بقى نعمل كده؟ الدباسه نفسها لو بصينا فيها هنلاقي في جزء مقفول زي كده اهو، والجزء التاني بيكون فيه فتحه كبيره اهي. فالجزء المقفول ده بنحط فيه اللي هي الجزء ده اللي هو المسنن اللي فيه السنون اللي هيثبت الكبسونه في مكانها. هنحطه كده ونقوم نثبته، هتلاقيه بيثبت مش هتلاقيه بيقع اهو، مكانه اهو وثابت. الناحيه التانيه بقى اللي هي المفتوحة دي اهي، بنحط فيها الجزء التاني اللي هو بتاع الكبسونة نفسها. بنخلي الكورة دي موجهة لتحت اهي، تمام. ادي الشكل اهو، والكورة ونحطها كده، والقماشة بنحطها هنا ونقوم نضغط، والضغطة دي بقى بتقوم تثبت الكبسونة في مكانها. تعالوا اوريكم بشكل عملي. ادي اهو تيشيرت البيجامة اللي انا كنت عايزة اوسع الرقبه بتاعته. طبعا لو عندك فرصه لحاجه زي كده ترجعيها بيكون افضل، عشان برضو الفينش بتاعها بيتاثر شويه بالكبسونه. بس لو ما عندكيش اعملي زي احسن ما نركنه يعني. دلوقتي عشان اظبط الجزء ده، دلوقتي الرقبه دي قررت ان انا اقصقص فيها شويه هنا، وهقص كمان شويه عشان يعني ما تبقاش متعبه بالنسبه لها في اثناء ما تلبسها. طبعا ممكن توديها لحد يسرفلها او حاجه بحيث الفينش بتاعها هيكون كويس، بس انا هوريكم هنا بشكل سريع يعني شويه. هنحط بقى الكبسونه في النهايه بتاعتها هنا، وممكن نحط كبسونه تانية هنا، بس احنا الاول هنحط اول واحده هنا. دلوقتي هندبس اللي احنا ركبناها هنا، الجزء ده من القماش اهو. ما كانش صعب خالص على فكره، انا افورت شويه عشان خفت ما يكونش راكب، بس هو ما كانش صعب فعلا في الضغط فيه. ادي الكبسونه اهي ركبت من جوه اهي،
كانت سهله خالص. الناحيه التانية نفس الفكره زي ما قلنا المره اللي فاتت، اللي هي الجزء اللي فيه السنون ده اللي بيثبت الكبسونه هنحطه في الجزء المقفول من الدباسه في اتجاه ان السنون تكون هتدخل في الناحيه التانية، السنون تكون لفوق اهو، وبتثبت وتلاقيها داخله ثابته اهي. ده شكلها واضحه كده. والجزء التاني من الكبسونه اهو اللي هيدخل في السن بتاعنا. بصوا بقى دي عشان هي تريكي شويه او تلخبط يعني، في جزئين، جزء كده المجرى بتاعه واسع، والجزء التاني الناحيه التانية المجرى بتاعتها ضيقه. فالجزء التاني ده فيه حاجتين، فيه مجرى ضيقه من ناحيه والناحيه التانية مجرى واسعه. المجرى الضيقه هي اللي هتكون في اتجاه السنون عشان يعشق فيها، يعني ادي السنون اهي باصه لهنا، هنخلي المجرى الضيقه باصه ناحيه السنون في الدباسه، الحته المفتوحه. انا عارفه يا جماعه ده بالنسبه لكم كيمياء وبالنسبه لي انا كمان والموضوع يلخبط، بس يعني ايه وانس ان احنا نتعود عليها ان شاء الله ايه هتبقى كويسه. ادي المجرى الضيقه اهي يا جماعه مقابله للسنون، ونروح بقى على الجزء التاني وندبسها بنفس الطريقه. هنحط بقى ايه هنا الفتحه اللي احنا عملناها عشان شكلها يعني مش متظبط قوي بسبب ان احنا مش مسرفين او حاجه، نخلي الدباسه لفوق، يعني بنخلي الجزء اللي هيدخل فيه الكبسونه دي لفوق، ونخلي السنون هي اللي لتحت اهي واهي، وهنضغط جامد. ودي اهي بعد ما دبسناها زي الناحيه التانية. اوريكم بقى بعد ما نقفلها اهي اتقفلت. وادي التيشيرت مش باين فيه قوي طبعا، لو انت حابه ان انت تسرفلي وتظبطي اكتر ما فيش مشكله، بس لو مش حابه هو ستيل شكله ما تضرش كتير، وبنفس الوقت ان احنا حافظنا على البيجامه او التيشيرت ما يعني ما بص او ما ان احنا ما رمناهوش او ما ركناهوش. في كمان حاجه لقيتها حلوه ان انا اعملها، طلعت الكبسونه من بره ولقيت كده في زي سبيس بين الاتنين، وقررت احطها من جوه بحيث ما تبانش خالص، واقوم اقفلها كده، اديت شكل يعني ان هي ايه كمان مش باينه خالص. فده كان شكلها النهائي، ودي الفكره اللي انا حبيت اقولها لكم، ان انت ازاي ما نرميش الهدوم او ما نركنهاش بسبب يعني كبسونه باظت او حاجه. يا رب تكون الفكره والجهاز نفسه عجبكم، يكون شرحت كويس، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تكتبوه في التعليقات تحت، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه.